السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حبيباتي، مرحبا بكم في فيديو جديد. نرحب بكل مشتركاتي حبيباتي، نقول لكم ألف ألف مرحبا. واللي دخلوا لأول مرة القناة نتمنى أنكم تشتركوا حبيباتي، ومرحبا بكم في قناتكم اللي راح تكون فيها روتينات للبناء، روتينات آه، تحفيزية وراح تشجعكم إن شاء الله. بل تابعوا معي حبيباتي، واللي ما زالت ما اشتركتش نتمنى منك حبيبتي إنك تشتركي، راح تفيدك هذه القناة إن شاء الله. اليوم صيقت، نظفت، غسلت، اليوم درت حيلة بالماء. بقى لي شوي في الستير، قلت هيا لازمني نغسل بها ونصيق نكمل على الأقل عليا باش نجيب ستيرن أخرى، خاطر ستيرنا واحدة عبالكم ما كافتنيش. وزيد كل مرة 4 أيام 5 نجيب ستيرنا، وليت قلت على الأقل خليني نجيب 2 ستيرنات. هيا عندي بابونات كانوا في دار شيخي، هيا رحت بحثت جبتهم. عندي شوية بادين تاع مسترال حتى هما جبت غسلتهم مليح. المهم أي حاجة اللي تصلح باش نعمر فيها جبت غسلتها بيا وعمرت فيها. قلت لكم كيما على بالكم باللي السيترنا هذه اللي عندي راكم شفتوها عندي، هذيك نغسلوا منها، نسيق بها، نستعملها للبناء، لكن ما نشربوش منها وما نستعملهاش للماكلة. نعمر هكا واحد الباتين عندي نعمرهم للغسيل ولا الشراب أنا نشرو. هيا قلت على الأقل لازمني قاعد يكفيني 4 أيام 5 على بالكم يتم لي. هيا قلت على الأقل نجيب 2 سيترنات باش يكفيني الماء مدة أطول شوي. هنا أنا وبنتي قالت لي ماما اتي خليني نعاونك وانتي صوري. هيا جبت بنوتي حبيبتي، ربي يحفظ لكم كل اولادكم يا ربي. البنت راهي مليحه، راهي العوينه تاع امها تعاونها في اي حاجه. هيا قلت اليوم لازمني نغسل كلش، واللي بقى بهذاك الماء تاع سيتينا لازم نسيق به. سيقت به الحالب كله. المهم وحبيت نحل لكم واحد الموضوع نهضروا فيه، خاطر كاين ياسر اللي يجوني ويسقسوا يقولوا لي كيفاه شريتي الارض. احلام احكي لنا كيفاه قدرتي تشري هذيك قطعة الأرض وقديش، وين جيت في الفيلاج ولا في بلاصة يعني بعيدة خالية. أما راح نجاوبكم كامل حبيباتي في هذا الفيديو. أنا كي تزوجت سكنت في دار شيخي، وبما أنه زوجي هو كان الكبير هيا سكننا ثم 10 سنين. دار شيخي ربي يحفظهم إن شاء الله، كانوا يعني نعم الناس، كانوا قمة معنا. لكن كان في داخلي ديما إنه نخمم إنه يجي نهار يا إما نتعاركوا، كنتم تعرفوا الناس المشاكل في أي دار. و لكن الحمد لله الحق ما تعاركناش وما كانتش مشاكل ما بيناتنا ولا. لكن سلفي على بالكم اللي أقل من زوجي كان لازم يجي نهار وحتى هو لازم يعرس، ولا ممكن إنه يجي نهار لازم نخرجوا من هذيك الدار، ولا نخرجوا ممكن نروحوا نكروا. وتعرفوا الكراء أنا نكره، وزيد يدي دراهم وزيد لازم يجي نهار والواحد لازم يدير دارو وحده. وكان زوجي عامل يومي، وأنا كنت في هذاك الوقت نخدم كونترا. كانت الكونترا ثم 1500. كنت هذيك الكونترا كنت نخبي منها ساعات، نخبيها بكل ساعة نخبي منها شوي، كان لأنه كان الزوج تاعي هو اللي كان مستكلف بكل المصاريف يعني اليومية. وزيد جبت ولدي الأول، وبعد زيد جبت بنتي الثانية. كانت المصاريف محصورة بين الدار، ما بين الأولاد، ما بين كانت ثم ما عنديش كوزينة. من بعد قريت 3 سنين هكاك درت حتى أنا الكوزينة، درت عود نطيب وحدي. هيا ولت كثرت علينا المصاريف، هذه مصاريف تاع الأولاد، هذه مصاريف تاع الشخصية، هذه مصاريف تاع قلت لكم تاع الكوزينة، هذه مصروف يعني المصاريف تكثر. وزوجي كان هذاك المصاريف اللي كان يجيبها يعني هاكم على بالكم العمل اليومي، يعني ساعة يكون خدام ساعة ما يكونش خدام، ساعة يجيب ياسر ساعة ما يجيبش ياسر. المهم النهار اللي كان يخدم ياسر يعني كان كيكون مفرهد ويخدم بيا، هاو يجيب هاك 2 ولا 3، هانا نحو منها على الأقل 500. يعني كنت ندسها نخبيها مع هذيك 1500 اللي كنت ساعات نخلي منها، ساعة نصرفها بكل ساعة، ساعة كيكون ما عنديش مصروف ياسر نخبي منها. لكن كنت دايما أنا نخمم على الأقل لازمنا نشرو سكنة، لازم نشرو أرض، لازم. لكن السكنة ما كناش نقدروا نشروها على بالكم. كان سكن باش تشري سكنة لازمك على الأقل 200 حتى 250 حتى 300 باش تقدري تشري سكنة. لكن نحنا باش نجملوا هذيك 200 و300 كم على بالكم دراهم ما تجملش وما تقعدش. هيا خممنا في الأرض، قلنا لازمنا نشرو على الأقل قطعة أرض تكون على الأقل من 90 حتى 100، حتى ولو كانت ب 150 على الأقل نشوفوا إنه نسلفوا. واش درنا
كنا قلت لكم حتى قاعد نحوسوا حتى طحنا في هذه الأرض اللي كتبت لينا أصلًا باش نشروها. كاين ثاني العرفي، ثما كاين العرفي تقدر تشري من 50 حتى ل70 80 تقدر تشري عرفي، لكن نحنا كنا نخافوا دايمًا من العرفي ما فيهش لمين قادر. المهم قلنا لازمنا نمشيو على الأقل ملكية، لكن الملكية كانت شوية غالية زايدة شوي. هيا قلت لكم واش جملنا في 5 سنين، جملنا 50 مليون. كان عندي ذهبي كما حكيت لكم في اللايف قبيلة. كنت كل مرة كي كنت في دارنا في قبل ما نعرس، المهم كي كنت مخطوبة كنت عندي ال1500 هذي، كنت دايما نحي هذيك ال500 نحطها أكوتي، ديما نخليها للذهب. المليون هذا كانت نصرف به أنا، دارنا. لكن كنت ثاني نخيط هكا مصروف ترخيات هذاك، كنت ديما نحط يا مصروفي يا نشري منه حوايجي صوالح يعني، وثم كنت مخطوبة نشري منه المهم كيسوتي. وهذاك ال500 ديما كنت ثم في 2015 كان ذهب ب500 للجرام كنكتشفوا. المهم كنت نشري ديما لويز محسوب، ولا نحط عند الذهب مثلا ونشري خاتم هكا كل مرة 500 حتى نلم نشري خاتم مثلا ب1500 بزوز ملاين، وهكا باش قدرت يعني ندير ذهب. وتكون كنت نخيط هذاك المصروف تاع الخياطة كامل هاني نلقاه مصروف لنفسي، ولا مصروف هكا نشري بيه حوايجي صوالحي. المهم قلت لكم حتى قدرت اني نلم ونشري ذهب، وهذاك الذهب هو اللي ساعدني باش كملت وبعته باش شريت هذيك القطعة تاع الذهب، واكيد زدنا كملنا سلفنا. ومن بعد باش بدينا بدا زوجي يخدم وناكل خطرة هكا، من هذيك 1500 كنت نحي منها ديما مليون نخلصوا به هذاك الكريدي اللي كنا كملناه باش نشرو هذيك الأرض. من بعد ما كملنا هذيك الأرض خلصناها، هيا بدينا نلموا باش نقدروا على الأقل نديروا لها كما نقولوا سيس. وقلنا على الأقل ندوروها ونديروا لها باب ونقفلوها، والحمد لله المهم عندنا سكنة باسمنا على الأقل. وكل ما نكونوا عندنا جملنا شوية على الأقل نديروا لها العرس، نبدو نديروا لها العرس بشوية. وهذه هي كيفاش شرينا الأرض حبيباتي. لانه وش راح ننصحكم البنات اللي راح يبني ولا اللي راح يعرس ولا راح يدير دار ولا يجهز حتى اي حاجه، لازمك اول حاجه انك تخططي. لازم تخططي لحياتك، ماشي تسيبيها هكاكا كيما جت. لانه الانسان لازم يخمم، لازم يرسم خطوات الجايه كيفاه لازم تكون. لازم كيفاش توصلي لك الخطوه الثانيه، لازمك تخمم في الخطوه الاولى. وثاني حاجه ديري كراس واحسبي بشحال راح تستقام لك السلعه، باش تعرفي دراهمك تكفيك ولا ما تكفيكش. مثلا انت حابه تكرلجي دار ولا تريقلي دار، على الاقل قداش تكلك هذيك الدار، وراكي تحسبي لها وتقولي بلي راح تكلي 5 ملايين. ما تنسيش بلي راهي السلعه زادت كل يوم، راهي تزيد السلعه. انا والله اليوم صدقوني البنات كنا جبنا كاميو تاع الرملة، أنا كنت نشفى والله ما عندوش 7 شهور ولا 8، كنا جبناها الله أعلم ب500 ولا 550، اليوم جبناها ب700. يعني راهو يوم ورا يوم قاعدة السلعة تزيد. كما قلت لكم البنات راه كل شيء قاعد يزيد. انت تحسبي تقولي راهي تجيني هذيك الحاجه ب5 ملايين، حطيها راهي تجيب 6 تجيب 7. خاطر مثلا كنت تكرلجي دار تكرلجيها مثلا تشيلها الكراج تاعها مثلا نقولوا، والسلعه المهم تاع الكراج كل شيء تطلع لك مثلا ب3 ملايين. حطي باللي راهو الماستو ولا هذاك اللي راح يخدم لكم راهو يدي نفس السلعه نفس دراهمه، يعني يدي 3. طلعت لك السلعه ب3 راح يدي هو 3. اللي يبنوا البنات خموا مليح كيفاش راح تفصلي دارك، كيفاش راح باش من بعد ما تطيحيش في هذيك الغلطات. خاطر ما تقوليش المهم نكمل ونسكن وندرك راسي وخلاص. المهم هكا مثلا عندي شمبرة راهي تراب غير نجيب نكرلجها باش نسكن وخلاص. المهم خمي باللي من بعد هذاك الكراج ممكن ما تلقيش، آه، ممكن تلقيه تبدل، ممكن من جملي دراهمك اللي يكفوكي واخدمي الحاجة المليحة مرة واحدة، خير ما تزيدي من بعد تقشعي ومن بعد تقولي هذه ما خدمتهاش خدمة مليحة، وتزيدي تبدي تخمي انك تفسدي هذيك البلاصة وتزيدي تخدميها بها. يعني خمي لبعيد، ما تخمميش غير ثم. اذا كانت عندكم ارض كبيرة خمي من الاول باش نبر لاولادك، ماشي تخلي حتى تسكني وخلاص ومن بعد تحصلي كيفاه راح تكبري ولادك في شمرة واحدة ولا في زوج شنابر ويظلوا اولاد كل كامل يرقدوا في شمرة واحدة. اخدمي حاجة مليحة ومريقلة ومسقمة خير من 10، خير من
من 10 حوايج مثلًا يمكن تخدمي الكوزينة والدوش والصالون والشمبرة والمهم ترقليهم تخدميهم، لأ ابدي بحاجة واحدة. شوفي مثلًا شمبرة رقليها بياض، زيدي فوتي للصالون رقليه مليح، زيدي فوتي للكوزينة. يعني رقلي بالحاجة حتى ترقلي كامل شنابرك كامل، هاكا باش ما تقعديش من شمبرة لشمبرة من دار لدار ومن بعد ما تخدمي خدمة ممكن ما تعجبكش. تاني كيما وصيتكم الحاجة اللي تقدروا تخدموها نتوما اخدموها باش تنقص عليكم شوية مصاريف. الحاجة اللي يقدر راجلك يخدمها، الحاجة اللي تقدري عليها انت اخدميها. تقدري تطلعي مثلا سلعة، تقدري تخدموا مثلا تريسيتي، تقدروا تخدموا تيوات مثلا تاع استراسيون، تقدروا المهم الحاجة اللي تقدروا تخدموها نقصوها عليكم. وما ديريش هذيك العقلية لا انا ما نعاونش، لا انا ما نخدمش، لا انا ما دخلنيش. كنت تقدري تعاوني بيدك عاوني، اذا كنت تقدري تعاوني بالدرهم عاوني، هكا باش تنقصي عليكي حتى المصاريف. دركا راني نظفتهم، غسلتهم وصمصتهم مليح، هاني حطيتهم هنا، حتى نعيطوا للسيترنا باش نعمرهم على الاقل يعود يكفيني الماء. وهذه اللي نهار كنا قصيناها نحطها هنا، وقيلا نحطها هنا حتى هي درك نزيد نمسمسها شويه، وعلى الاقل نلقاها للطواليت ولا نرشرش بها من نسيق، المهم نلقاها ندير بها اي حاجه. وهنا في الليل كنا درنا شواء وقليت شويه بطاطا وشينا القرعه تاع كازوز، شينا الخبز والحمد لله على النعمه. حبيباتي ما تنساوش الاشتراك في القناه اذا وصلتي هنا، واعملي لايك للفيديو وبارطاجوا حتى تكبر ان شاء الله لمتنا. وما تنسونيش حبيباتي بالدعاء